السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على أحلى مشاهدين ليا في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا النهاردة جبت لكم خوخ عشان عايزين نعمله كمبوت بتاع الخوخ. طبعا الخوخ مالي الدنيا في السوق ورخيص جدا، يعني الكيلو ما يتعدى 7 جنيه 7 ونص. فانا قلت ايه اجيب زي كيلو ونص كده نعملوهم ايه كمبوت برضك كتجربه وتشوفوه معايا هنعملوه ازاي. يلا بينا نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جبنا الخوخ بتاعنا لازم يكون ناشف عشان ده هنعمله كمبوت. فهنعمله ايه، هروحوا جايبين السكينه بتاعتنا اهي. اول حاجه هتعمليها ايه، ما هنروح مقشرين اهو زي ما انتم شايفين. عايزين القشر بتاع الخوخ اهو زي ما انتم شايفين كده. انا هقشر الخوخ كده كله ماشي. وبعد ما هقشر الخوخ انا هعمل واحده معاكم قدام منكم، وبعد كده ايه هعمله واوريكم بعد كده هيتعمل ازاي. ادي ايه قشرت، ادي الخوخيه الحلوه الاموريه بتاعتنا اهي بسم الله ما شاء الله. بعد ما قشرتها طبعا الخوخ دوت اوانه دلوقتي الحكايه كلها نحاول انكم تجيبوا وتخزنوا وتعملوا كمبوت، لان الفاكهه دلوقتي رخيصه هي والمشمش بسم الله ما شاء الله مالين السوق. بعد ما عملت ادي الخوخايه اهي بتاعتنا هنروحوا ايه مقطعينها كده زي ما انتم شايفين اهي. نعملوها شرايح كده كده ماشي اهي. بعد ما عملناها شرايح بنقطعوها اهي اهي. ادي اهي، ادي واحده طلعت والتانية اهي بتاعتنا اهي ماشي. انا هقطع الخوخ بتاعي كله بالمنظر ده، وبعد ما اقطعها هوريكم هيبقى شكله ايه. ويلا استنوني. بصوا حبايبي انا جبت البراطيم بتاعتي اهي غسلتها وعقمتها ماشي، اللي احنا ايه هنحطه فيها. ورحت جايبه ميه حطاها بتغلي على البوتاجاز. على بال ما الميه ما تغلي انا هكون قطعت الخوخ قشرته وقطعته، وشوف الحركه اللي بعد كده هتكون ايه ان شاء الله. رجعت لكم تاني حبايبي. ادي معانا ادي الخوخ اهو بعد ما قطعناه طرنشات كده. هنيجي بقى دلوقتي ايه القشر بتاعنا دوت احنا محتاجينه طبعا محتاجينه. طب هنعمله بيه ايه يا مها القشر ده؟ شوفوا خليكم معايا وشوفوا انا هعمل ايه ماشي. زي ما انتم شايفين ادي الميه المغليه بتاعتنا اهي معانا. هتعملي ايه يا مها، هروحوا جايبين القشر بتاعنا دوت اللي احنا قشرناه، هروح حاطينه في الميه يغلي. نسيبوه يغلي حوالي 5 دقايق و10 دقايق كده، ينزل الفايده بتاعته كلها في قلب ايه، في قلب الميه. خلاص. طب نحطه ايه تاني، هنقوم حاطين سكر عشان ده هيبقى المحلول بتاع الخوخ ماشي. خليكم معايا شويه هنعمل ايه. ادي جبنا اهو كيس السكر بتاعنا اهو فتحناه ونروح حاطين سكر في ايه، في المحلول. انا حطيت كده يعني انا ما لا بمقدار ولا غيره. ونسيب بقى الميه تغلي حبه وبعد كده شويه هنعمل الحركه اللي جايه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين اهي ادي دلوقتي الميه المحلول بتاعنا اهو. هسيبه بقى لما يهدى يبرد حبه عشان طبعا البرتقال بتاعنا ازاز، فلو حطيت فيه دلوقتي السخن ده هيفرق. طب هنعمله ايه بقى دلوقتي يا مها، هنروحوا جايبين بقى الخوخ بتاعنا وهنروحوا ايه حاطينه في البرطمان زي ما انتم شايفين كده اهو. هنحطوه في البرطمان خلاص كده، ونستنى لما الميه تهدى حبه، وبعد كده هنقوم ايه هنروح حاطين الميه عليها. ده يعتبر المحلول بتاعنا خلاص ماشي اهو. زي ما انتم شايفين كده بحط ايه الخوخ بتاعنا اهو اهو بسم الله ما شاء الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده يا امارات اهو بسم الله ما شاء الله. خلاص كده اهو. ده هنخزنه على فكره. التخزين بتاعه ممكن تحطوه بره وممكن تحطوه فين، تحطوه في التلاجة. وبيقعد معانا كام يا مها، بيقعد معانا 6 شهور. خلاص. طبعا ده تطلعوه بقى عايزين تعملوا تورته ممكن تزينوا بيه، عايزين تاكلوه كده كمبوت اي حاجه اهو زي ما انتم شايفين اهو. خلاص كده هستنى لما الميه تبرد وبعد كده هنروح حاطين ايه المحلول بتاعنا في البرطمان. ورجعت لكم تاني اهو سبته لحد ما هدى خالص. هنروحوا جايبين ايه بقى، هنروحوا جايبين ادي معانا البرطمان بتاعنا اهو، وهنروحوا ايه واخدين المحلول بتاعنا ماشي. بس انا بصفي ايه وروحوا صبروا ايه عليه زي ما انتم شايفين كده ماشي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم.
زي ما انتوا شايفين اهو، حطيت عليه الميه. ماشي، زي ما انتوا شايفين اهو، خلاص حطيت المحلول على الخوخ، وهنروح جايبين الغطا بتاعه اهو، اهو زي ما انتوا شايفين اهو. وبسم الله ما شاء الله، حاجه تحفه. ده هنحطه دلوقتي، يا اما انا هحطه في المطبخ بره دلوقتي لحد ما يبرد خالص، واروح حطاه مخزناه في التلاجة. خلاص، يبقى دوت ايه، تخزين الخوخ، وحاجه تحفه وسهله وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه. وان شاء الله تشوفوني في وصفه جديده من منوعات ماما مها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش انا قلت لكم السلام عليكم ورجعت تاني. طب المحلول دوت هنعمل فيه يا مها. المحلول ده هنصفيه، وهروح جايبه علبه ازازه الموجود عندكم، ماشي، وهنروحوا ايه حاطينه فيه. طيب ده عشان هنعمله عصير. طب بعد ما نعمله عصير، طب لونه ابيض، انا مش عايزه ابيض، انا عايزه لونه احمر. هروح جايبه اللون بتاعنا ده، وهروح حاطه عليه اهو، هنروح حاطه هنا كده، ماشي، وهخلي لونه احمر، يبقى عامل زي الشربات بالظبط يعني. خلاص كده اهو زي ما انتوا شايفين. وهروح جايبه ايه، هروح جايبه، هنقعد نصفي بقى الميه بتاعتنا دي، وهوريها لكم يبقى شكلها ايه. اهي زي ما انتوا شايفين، هتبقى عصير لونه احمر. خلاص كده، يبقى انا عملت منها، خزنت الخوخ، عملت كمبوت خوخ، وعملت شربات منها، وهتشربوه، حطوها في التلاجة لحد ما تسع وتشربوه. واشوفكم وصفه جديده باذن الله من منوعات ماما مها، واشوفكم على خير باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.